فنانين لم يكملوا تعليمهم، نجمة منهم لم تحصل على الإعدادية وآخر رسب 5 سنوات. قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة على قناتي اعملوا اشتراك اللي بالأحمر تحت الفيديو وفعلوا زرار الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد. الفنانة شيرين عبد الوهاب. قالت شيرين في برنامج التفاحة مع الفنانة نيكول سابا على قناة الحياة أنها تشعر بالندم على عدم حصولها على أي شهادة تعليمية سواء جامعية أو ثانوية أو حتى إعدادية، وكذلك عدم معرفتها اللغة الإنجليزية. كشف الفنان محمد رمضان أثناء مشاركته في برنامج هنا العاصمة أنه لا يزال بالصف الأول بمعهد الفنون المسرحية بعدما رسب ل5 سنوات متتالية، موضحا سبب رسوبه انشغاله الدائم بالأعمال الفنية. الفنان عمرو دياب درس فترة بمعهد الموسيقى العربية إلى أنه لم يكمل تعليمه بالمعهد، وبهذا تصبح الثانوية العامة هي مؤهله الدراسي، حيث لم يسعى بعد ذلك للدراسة في أي مجال. الفنانة علا غانم قالت في أحد البرامج أنها لم تحصل على أي شهادة جامعية واكتفت فقط بالحصول على الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها اتجهت للدراسة بكلية الفنون التطبيقية ولكنها لم تكمل دراستها. الفنانة يسرا. لم تحاول الفنانة يسرا الدراسة بأي كلية من الكليات بعد نجاحها في الثانوية العامة، واتجهت للتمثيل مباشرة، وحققت الفنانة الكبيرة نجاحا عظيم في مجال الفن، حيث تعد من أهم نجمات الصف الأول في مصر والعالم العربي. الفنان الكبير فريد الأطرش لم يكمل تعليمه نظرا للظروف المادية الصعبة التي عاشتها أسرة نازحة من جبل الدروز إلى مصر، وترك فريد الدراسة وبمدرسة الخرنفش واتجه للعمل بإحدى محلات المسكي. الفنانة أم كلثوم. حققت كوكب الشرق أم كلثوم نجومية لا يضاهيها أحد، على الرغم من أنها لم تكمل تعليمها بالأساس، واكتفت بالذهاب فقط للكتاب، وسعت لتعليم نفسها بمعرفة كبار المثقفين والأدباء. نشكركم على حسن المتابعة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.